السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد البريوش اللي كيجي اكثر من رائع، وكيجي خفيف بحال الريشه، وكيجي رائع جدا. هانتوما كما كتشوفوا بريوش اللي يمكن لك تحضريه لوليدات المدرسه، الكوتي، الضياف الى جاوك، وبالمكونات ديالو اللي بساطين وموجودين في كل بيت. نتمنى حقا يعجبكم، وانا اكيده ان شاء الله غادي يعجبكم لانه بريوش يستحق التجربه. كيجي اكثر من رائع، تحضروه للوليدات، الفطور، الكوتي، اي حاجه بغيتيه. ويمكن لك هذه الوصفه تعتمديها كذلك في السندويتشات. كنتمنى الى عجبكم الفيديو دعموني باللايك وتعليق وبارطاج. ولاول مره كيزور القناه ديالي كنتمنى يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ان شاء الله باش يوصلوا الجديد الوصفات ديالنا. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 2 معالق ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الملح، كوب من الحليب الدافي، كوب من الماء الدافي، بيضه، 6 معالق من السكر الخشن، ملعقه ديال الخبز خميره ديال الخبز حبيبات، و500 غرام ديال الدقيق الفارينه او دقيق الفرص، كيكون مغربل، نوعيه جيده ديال الحلويات. كناخذوا اناء، كنوضعوا هذاك الكوب ديالنا ديال الحليب اللي كيكون دافي. غادي نزيدوا عليه 2 المعالق ديال الزبده. غادي ندوبوا هذيك الزبده كذلك في داك الحليب. هانتوما غادي نحركوها حتى كتذوب لينا، عاد باش نضيفوا المكونات الاخرى. صافي، من بعد ما دابت لينا الزبده قليلا غادي نضيفوا الكوب الثاني ديال الماء. الا ما بغيتوش تستعملوا الماء يمكن لكم ديروا 2 الاكواب ديال الحليب الدافي بدل كوب حليب وكوب ماء. عندي ملعقه من خميره الخبز حبيبات كذلك، وعندي 6 معالق من السكر. السكر كيبقى لكم على حسب الذوق، انايا ما جاونيش حلوين بزاف. اللي كيبغي الحلاوه يمكن لك تزيدي اكثر من 6 معالق ديال السكر. يمكن لك تضيفي الى نصف كوب ديال السكر، مع انني غادي نحشيهم بالشوكولاته ما كثرش السكر بزاف فقط. وغادي نحركوا هاد المكونات حتى كيتجانسوا لينا مزيان. ديك الزبده تذوب لينا والخميره كذلك حتى هي كتطلق وتذوب لينا، باش نضيفوا المكونات المتبقيه لنا ديال العجين. صافي، هنايا غادي نضيفوا بيضه. غادي نضيفوا البياض وغادي نتركوا الاصفر ديال البيض حتى غادي نستعملوه في الاخير ديال البريوش ديالنا. غادي نضيفوا بيض البيض فقط، والاصفر غادي نحتفظوا به جانبا. صافي، هادو هما المكونات. من بعد هنايا غادي نضيفوا الدقيق اللي كيكون مغربل وكيكون نوعيه جيده، 500 غرام ديال الدقيق. الدقيق كيختلف من نوعيه لنوعيه. يمكن لك انت هاد 2 الكؤوب ديال الحليب والماء اللي ضفت انا يمكن لك غتزيدي عليه شويه، يمكن لك لا، على حسب نوعيه ديال الدقيق. انا هذه الكميه كفاتني فاش جمعت ليا العجين. هنايا كذلك زدنا الملح في اخر مرحله، ملعقه صغيره ديال الملح. غادي نخلطوا العجين ديالنا بهاد المكونات فقط، ما غادي نزيدوا لا حليب لا ما. صافي، هاد العجين الدقيق، القياس ديال الدقيق هو اللي خدا ليا فقط. العجينه ديالنا كندلكوها غير واحد شويه. كتكون عجينه لينه ما قاصحه ما مرخوفاش بزاف، كتكون نوعا ما كتلتصق في اليدين كما كتشاهدوا قليلا. يمكن لك كما قلت لك تزيدي 2 المعالق على حسب النوعيه ديال الدقيق نتياي. هانتوما كما كتلاحظوا كتكون نوعا ما كتلتصق في اليدين. صافي، هنايا غادي ندهنوها بالقليل من الزيت وغادي نغطيوها وغادي نخليوها حتى كتختمر وتضاعف لينا الحجم ديالها، عاد باش ندوزو نشكلوها البريوش ديالنا. صافي، كنغطيوها وكنخليوها كتختمر جانبا. صافي، هنايا من بعد ما اختمرت لينا العجين ديالنا وتضاعف الحجم ديالها كنفرغوا منها هذاك الهواء. ها نتوما العجينه كتكون طريه ولينه وكتكون دالكه راسها. كنستعينوا بقليل من الدقيق لانها العجين عندنا هنايا لينه ما كتلتصقش كما كتشوفوا. صافي، كنحاولوا اننا نفرغوا منها هذاك الهواء وكنحربلوها بهذه الطريقه وغادي نشكلوها الكريات. انا شكلت هنا الكريات، كريات شويه كيكونوا كبارين شويه كما شفتوا في اول فيديو. البريوش ديالي كبير شويه، عطاتني هنا 12 قطعه. يمكن لكم نتوما الا ما بغيتوش البريوش ديالكم يجي كبير بزاف يمكن لكم غادي تصغروا القياس ديال الكويرات ديالكم ديال الحجم ديال البريوش ديالكم. انا عطاتني هنا 12 قطعه، نتوما يمكن تعطيكم 16 الى 18 قطعه الا بغيتو صغيور محيدق كيجي غزال.
صافي هنايا انا عطاتني 12 كره، غادي نشكلهم كويرات صغيره بحال هذا الشكل هذا، وغادي نوضعوهم جانبا وكنخليهم كيرتاحوا معنا هذا الشكل هذا. انايا البريوش ديالي جا كبيبر شويه، نتوما الا بغيتو تصغروه يمكن لكم تصغروه. صافي غادي نشكلوهم كامله كريات وغادي نغطيوهم بواحد البلاستيكه وغادي نخليهم في 2 دقائق فقط. ما غاديش يختمروا لينا في هذه المرحله، الا غادي غير نخليهم واحد 2 دقائق ما نفوتوهمش، غير باش ملي نبغيو نسرحوهم بالدله كيتشكلوا معنا ويتسرحوا معنا بكل اريحيه. صافي كنستعينوا بقليل من الدقيق باش ما يلتصق ليناش العجين بزاف. صافي كنشكلوا الكره الاولى، هانتوما كنسرحوها بحال هذا الشكل هذا. كتكون العجين ديالنا ما رقيقه ما غليظه، نوعا ما كتكون السمك ديالها شويه ما كيكونش رقيق. هانتوما كتلاحظوا كيكون بهذا السمك هذا، لانه ما كتكونش عجينه مورقه. العجين المورق هو اللي كنسرحوه مزيان كيكون مورق، اما هذا لا، خاصنا نخلوه شويه فيه السمك. صافي كنوضعوا قطع من الشوكولاته، كنطويو الطيه الاولى وما كنحاولوش اننا نزيروا، وكنطويو الطيه الثانيه كنغلقوها. صافي كنديروا هاد الشريطات بحال هكا، بحال هاد الضفيره هذه 3 شريطات، وكنغلقوهم كنضفروهم بحال هاد الشكل هذا، وكنبرموا العجينه ديالنا كنلويوها وما كنزيروش نهائيا، وكنغلقوها من الاسفل كما كتلاحظوا في الصوره. كتعطينا هاد الشكل هذا ديال البريوش. كنوضعوها في الطاوه ديالنا اللي كنكونوا موجدينها ديال الفران. صافي غنشكل معكم واحده اخرى، شوفوا كيفاش الطريقه ديالها. كنسرحوها كذلك وما كتكونش رقيقه بزاف، غير شويه وصافي، باش كتجينا البريوش ديالنا كيجينا خفيف وكيجي مهوي، ما كيجيش معجن نهائيا. انا هنايا حشيتهم بالشوكولاته، هانتوما من زاويه اخرى باش تلاحظوا كيفاش كنغلقوا بهذا الشكل هذا غير بشويه وما كنزيروش نهائيا. وكنطوي الطيه الثانيه وكنغلقوا. من بعد كنديروا هذوك الفليحات ولا الشريطات بالموس اولا بالجراره البيتزا، كنحاولوا اننا نجبدوا هذاك الطرف بحال هذا الشكل هذا، وكنطويو على شكل ضفيره وكنغلقوهم من الاسفل، وكنلويو البريوش ديالنا. غير اننا حنا ما خصنا نحاولوا اننا ما نزيروش البريوش ديالنا باش ما يجيش مكتل ومعجن لينا ملي كيطيب. نتوما هاد البريوش ديالكم يمكن لكم تحشوه بكريم باتيسري، يمكن لكم تحشوه بالشوكولاته كما حشيتو انا، يمكن لكم تخليوه غير هكا كيجي زوين وكيجي بنين وخفيف. صافي هنايا كندير القطعه ديال الشكلاط ديالي ونغلق، وكنحاول انني نخليه شويه ما يكونش مزير، ما نحاولوا ما نزيروش. هانتوما كتشوفوا راه ما كنزيرش، وكنغلقوا. صافي وكنوضعوا هذوك الفليحات 3 وكنضفروا الضفيره ديالنا باش كيجينا عاطينا داك الشكيول زوين. هاد الطريقه هذه وهاد المكونات ديال هاد العجين هذا يمكن لكم تستعملوه حتى في الباغيط اولا تستعملوه في السندويتشات، كيجي رائع وكيجي خفيف مثل القطن، ما كيجي معجن لا والو. تحشوه بالحشوه مالحه كيجي اكثر من رائع. صافي غادي نكمل معكم العجين ديالي حتى كنساليه كامل وغادي نوضعوه في الطاوه. صافي ونتلاقى معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما كملنا البريوش ديالنا كيكون هذا هو الشكل ديالهم. صافي وغطيناهم خليناهم كيختمروا المره الثانيه باش يضاعف لينا الحجم ديالهم. هانتوما هنايا راه الطاوه هذه هزت ليا 10، وجوج المتبقيين عملتهم في واحد الطاوه اخرى. وصافي من بعد ما تضاعف الحجم ديالهم كنجيبوا اصفر البيض اللي خلينا من قبل، كنزيدوا ليه واحد القطرات ديال الحليب اولا قطرات ديال الخل، كنضربوه مزيان وكندهنوا البريوش ديالنا. انما خصنا ندهنوه غير بلطف، ما كنضغطوش عليه بالفرشات باش ما يتفش لينا ويرجع لينا فيه الخميره. كندهنوه غير بلطف. راه غير هنايا كيبان لكم واش كنزرب حيت المقطع كيكون مزروب، انما راه كندهنوه بلطف وبرفق باش ما يرجع ليناش فيه الخميره. صافي كندهنوا البريوش ديالنا كامله بالاصفر البيض ديالي. وصافي وغادي نزينوه، يمكن لكم تزينوه بالحبوب اللي بغيتو ولا تخليوه هكا كما حبيتو. انا هنا غادي نزينو بالحبه السوداء او حبه البركه، وغادي نزينو بقليل من الزلجلان اولا السمسم اللي بغيتو السمسم الاحمر ولا الابيض. انا هنا غنزينو بحبه البركه والقليل من الزلجلان. وصافي الفران كيكون عندي سخون، وملي كنبغيو ندخلوا البريوش ديالنا كنطفيو الفران ديالنا من الاعلى وكنقصوا عليه. كتكون النار مهيله، ما كنجهدوش عليه النار نهائيا، كتكون النار مهيله باش كيطيب لينا على خاطرو وكيتنفخ وكيجي مفشفش ومهوي من الداخل وما كيجيش معجن اولا تخطف لينا في الطياب.
وصافي ملي كنشوفوه طاب لينا من الاسفل كنشعلو عليه من الوجه ديالو غير كيذهب كياخذ لينا هذاك الذهب اللون الذهبي كما شفتوا في الفيديو. وصافي كنحيدوه وكنغطيه بواحد المنديل واحد 10 دقائق باش كيرجع لينا عليه الصهد ديالو وكيجينا مهوي وكيجينا خفيف. هانتوما من بعد ما طاب لينا راه غطيناه هنا 10 ديال الدقائق ترجع عليه الفطائر ديالنا. ضروري خاصنا ملي نخرجوهم من الفرن خاصنا نغطيوهم باش هذاك اللهب وهذاك الصهد كيرجع عليهم كيبقاو طريين وخفافين. هنا من بعد ما طابوا لينا راه طابوا على نار مهيله ومن بعد شعلت ليهم الفوق ذهب ليهم اللون ديالهم وغطيتهم 10 دقائق باش كيرجع عليهم الصهد ديالهم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال وصفتنا لليوم. هذا البريوش اللي كيجي مثل القطن كيجي خفيف وكيجي رائع. انتم كتشاهدوا ما كيجيش لا معجن لا حتى شي حاجه. تحضروا لوليداتكم المدرسه للكوتي حتى للضياف الا جاوكم على غفله اولا تستعملوه كوصفه ديال السندويشات كيجي زوين وغزال رائع. انا هنا حشيته بالشوكولاته. يمكن لكم تحشوه باي حاجه بغيتو يمكن لكم تخليوه كذلك بدون حشو كيجي رائع. هانتوما كتلاحظوا من الداخل كيجي خفيف مقطن مهوي كيجي وصفه ديال اليوم اكثر من رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتحضروها لوليداتكم. انا اكيده ان شاء الله غادي تعجبكم. بريوش اللي ساهل وسريع وفي متناول الجميع وما فيه تعقيدات بزاف. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم دعموني باللايكات وتعليق وكذلك بارطاج. ولاول مره كيزور القناه ديالي كنتمنى فعلا يفعلوا زر الجرس ويشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ولا وصفه قادمه وبسلام عليكم خليت لكم الراحه.